في قلب القاهرة، في عمارة الإيموبيليا الشهيرة اللي كانت بمثابة حلم لكل فنان في زمن الفن الجميل. كانت شقة الفنانة الكبيرة ليلى مراد في الدور ال11. الشقة دي ما كانتش مجرد شقة عادية، دي كانت تحفة فنية مليانة ذكريات وتاريخ وأسرار مش كلها حلوة. ليلى مراد عاشت حياتها كلها في الشقة دي كأنها كنز بتحميه. كانت بتحب كل ركن فيها، كل صورة متعلقة على الحيطان، كل كرسي وكل تابلو. لما ماتت سابت الشقة لابنها الفنان زكي فطين عبد الوهاب اللي كان عارف قيمتها كويس. زكي أقسم إنه ما يفرطش في حاجة في الشقة، وإنه هيحافظ عليها زي ما هي حتى لو الدنيا اتقلبت. لكن في يوم من الأيام المخرج خالد الحجر صديق العائلة قرر إنه عايز يعيش في الشقة دي. زكي في الأول رفض يبيعها، لكن بعد نقاش طويل وافق إنه يأجرها لخالد بمبلغ كبير. خالد اللي كان من عشاق ليلى مراد ما كانش يهمه الفلوس، كان نفسه يعيش في المكان اللي كانت فيه الست دي ويحس بروح الفن اللي عاشت فيه. وهنا بدأت القصة الحقيقية، أو بالأصح الكابوس. خالد أول ما استلم الشقة كان طاير من الفرحة. دخل وبص على الديكور القديم، الحيطان اللي لسه محتفظة بريحة الزمن، والصور اللي كأنها بتحكي قصص. راح المطبخ يعمل قهوة وفجأة سمع صوت واطي زي همس. أهلا يا خالد. أهلا. التفت بسرعة، قلبه دق جامد. مفيش حد، الشقة فاضية تماما. حاول يكدب نفسه، قال لنفسه أكيد إنه بيتهيأله، يمكن من التعب، بس جواه حس إن في حاجة غلط. في ليلة من الليالي خالد كان قاعد على مكتب ليلى مراد بيحضر فكرة فيلم جديد. طفى كل الأنوار علشان يرتب أفكاره، وهو بيكتب شاف من زاوية عينه خيال ست شعرها اسود طويل زي الكحل بتمشي ببطء قدام المكتب. قلب خالد وقف، قام يدعك عينه وبص تاني، مفيش حاجة. قال لنفسه أكيد أنا بسهر كتير، عيني باظت. بس الإحساس إن في حد بيراقبه ما كانش بيروح. الأغرب إنه كل ما يفتح الشبابيك عشان يغير الجو يرجع يلاقيها مقفولة. جرب يفتحها أكتر من مرة بس برضه بتتقفل لوحدها. مرة وهو في المطبخ شاف خيال راجل طويل واقف في الركن، عينه بتلمع في الضلمة. خالد اتجمد مكانه. المرة دي ما كدبش نفسه، في حاجة في الشقة دي، حاجة مش طبيعية. في يوم جاله واحد صاحبه يزوره، قعدوا يتكلموا لحد ما الوقت اتأخر، فقرر صاحبه يبات معاه. وهم قاعدين صاحبه قال له إنه هيروح الحمام. أول ما فتح الباب شاف ست لابسة ملابس هندية واقفة في نص الحمام بتبصله بنظرات تخلي الدم يتجمد. الراجل صرخ بأعلى صوته وطلع يجري زي المجنون. قال خالد أنا لازم أمشي دلوقتي، الشقة دي فيها حاجة. خالد حاول يهديه بس الراجل كان مصمم إنه يهرب حتى لو في نص الليل. تاني يوم صاحب خالد جه تاني يطمن عليه. دخل المطبخ يعمل شاي وفجأة حس إن في حد وراه. لف لقى راجل واقف في الركن، عينيه زي الجمر، بيبصله بصات كأنها بتقوله أنت مش مرحب بيك هنا. صاحب خالد رمى الكوباية من إيده وطلع يجري وقال له خالد الشقة دي مسكونة، أنا مش هاجي هنا تاني. خالد زهق من اللي بيحصل وقرر إنه لازم يعرف إيه السر. بدأ يفتش الشقة ركن ركن، درج درج، كل حتة فتشها ما عدا مكان واحد، الصندرة اللي فوق المطبخ. كل ما يحاول يفتحها يحس بقوة غريبة بتشده لتحت،
كأن في إيد خفية بتمنعه. جاب سلم وجاب واحد صاحبه يساعده. صاحبه طلع على السلم، بس قبل ما يلمس الصندرة السلم اتهز جامد كأن في زلزال، والراجل وقع، إيده اتكسرت. في اللحظة دي خالد اتأكد إن الشقة دي مش بس مسكونة، العمارة كلها فيها حاجة. قرر يلم هدومه ويهرب. رن على زكي فطين وحكى له كل حاجة. زكي قال له بصوت هادي: يا خالد، أنا عارف كل حاجة، مش بس الشقة، العمارة كلها مسكونة. زكي حكى لخالد عن سنة 1995 لما لقوا في شقة رقم 58 سمسار وخدامة مقتولين في ظروف غامضة. من ساعتها الناس بدأت تشوف أشباح وخيالات في العمارة. العمارة دي كانت بيت لكبار الفنانين زي نجيب الريحاني ومحمد فوزي وأنور وجدي، وطبعا ليلى مراد. الكل كان بيقول إن الأرواح دي مش بتأذي، بس موجودة، عايشة مع السكان وبتمشي في الممرات وبتفتح وتقفل الشبابيك وبتظهر في المرايات. خالد وهو نازل في الأسانسير حس إن الأسانسير بيتهز، زي لو كأن في حد بيحاول يوقفه. فتح الباب في دور عشوائي وشاف خيال طويل واقف في المدخل بيبصله بنظرات كأنها بتقوله ما ترجعش هنا تاني. الأسانسير نزل بسلام، بس خالد كان خلاص قرر إن العمارة دي مش مكان للبشر. بعد سنين الإعلامية منى الشاذلي عملت تقرير عن شقة ليلى مراد. الشقة اتباعت لست عايشة برا مصر وما كانتش تعرف حاجة عن الأرواح. أول ما شافت الشقة حبتها واشترتها من زكي فطين، بس زكي ما قالهاش ولا كلمة عن الأشباح. الست دي دلوقتي عايشة في الشقة وبتحكي إنها كل يوم بتشوف خيالات، بتسمع همسات وتحس بحركة حواليها. بتقول إن الأرواح دي مش بتأذي، بس موجودة زي لو كأنها بتحمي المكان. عمارة الإيموبيليا لسه واقفة في القاهرة بكل أسرارها وأرواحها. الناس اللي بتسكنها بتشوف خيالات وبتسمع أصوات، بس محدش بيتكلم. يمكن عشان الأرواح دي مش عايزة تتحرك من مكانها، أو يمكن عشان في سر أكبر لسه محدش اكتشفه.